السلام أهلا عليكم. يا شيخ. أهلا بك. لا كيف تقل حالك يا ألوه شيخ؟ يا حبيبي، أنت تكفير نعم وهجرة أهلا. ولا إيه؟ السلام عليكم لغة المسلمين. السل... أيوة. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام طيب ورحمة الله إذا وبركاته. كده نحب اسم السلام، أنا عندي. أفشوا السلام بينكم، اسم من أسماء الله. أوكي. السلام عليكم. إذا شيخ، وعليكم عندي السلام سؤال ورحمة الله بعدين عندي وبركاته. طلب. عندي سؤال بعدين عندي طلب دعاء يعني. الله يوفقنا وإياكم. السؤال هو الشيخ، أسباب قلة أسباب قلة الرزق وكثرة الأمراض ولا سوء الحظ ولا الصعوبات في الدنيا، هذا السؤال. بعدين الدعاء هو أن تدعو لي بأن يردني الله إليه ردا جميلا، وأن يشفيني من كل الأمراض التي أعاني منها، وأن يفتح علي فتوح العارفين شيخ. الله يبارك فيك ويردك إليه ردا جميلا ويرزقنا وإياك من حيث لا نحتسب. اللهم امين. والشفاء من الأمراض يا شيخ وان رجاء. يعافينا ويعافيك من كل مكروه وسوء، ويعافي السامعين جميعا يا رب العالمين. شكرا. نعم. لحظة السؤال كان لحظة. عن سبب قلة. لقلة نعم يا شيخ أسمعك. لقلة الرزق أسباب. أولا، لذلك كله أسباب. ما هي؟ منها أولا قضاء الله وقدره، فالله يرزق من يشاء بغير حساب ويضيق على من يشاء. وليس معنى التضييق على الإنسان أن الله غضب عليه. أن الله قال: يهديكم الله يصلح لكم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. فهمت شيخ. ثانيا، اسمع تستفيد إن شاء الله. نعم. ثانيا، قد تكون مذنبا فالذنوب تمنع الأرزاق. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والابتلاءات وقلة الرزق قد تكون مصيبة. فهمت شيخ. سيغلق هاتفي، آسف، قبل أن يغلق الهاتف لأنه غير مشحون جيدا. أريدك أن تعيد الدعوة رجاء، وسأقول للمتابعين أن يؤمنوا يعني على اليوتيوب وعلى التيك توك. أريدك أن تدعو لي بأن يغفر الله لي ذنوبي دقها وجلها، وأن يشفيني من الأمراض. شيخ تفضل. أسأل الله أن يعافيك من كل أمراضك ومن كل ما ابتلاك به، وأن يغفر لك ذنبك صغيره وكبيره وجله وحقيره وأوله وآخره وعلانيته وسره. يا شيخ، وأن يرزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى. أحب هذه الدعوة كثيرا يا شيخ. اسمي محمد. الله يرزقنا وإياك والسامعين جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. شكرا لك يا شيخ، أحبك كثيرا. آمل أنني لم أطل عليك. بارك الله فيك وحفظك الله. شكرا.